سلام الله عليكم جميعا. بالفيديو المتخصصين في الضربات الثابتة بالمنتخب الذي حددهم الركراكي. لكن قبل ذلك المرجو متابعة القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. حدد وليد الركراكي من سيسدد الكرات الثابتة داخل منتخب الأسود في المونديال، وذلك بحسب ظروف وطبيعة الركلات الحرة التي سيحصل عليها المنتخب المغربي في كافة مبارياته. وحسب مصادر خاصة تم تكليف حكيم زياش بالركلات الحرة الجانبية والزوايا، على أن تناط مهمة تسديد الركلات المباشرة القريبة من مرمى الخصوم بكل من أشرف حكيمي ويليه عبد الحميد صابري لاعب سامبدوريا الإيطالي في حال تواجده بالتشكيل. وأكلت مهمة تسديد ركلات الجزاء للاعب أونجيه الفرنسي سوفيان بوفال، بعدما ظل هذا الاختصاص موكولا في السنوات الماضية لحكيم زياش، إلا أن اعتزاله دوليا قبل العدول مؤخرا عن القرار من جهة، وإهدار عديد الركلات الحاسمة وأشهرها في نهائيات كأس أفريقيا بمصر أمام البنين من جهة ثانية، وتعويضه بنجاح من طرف بوفال خاصة في الكانا بالكاميرون، إذ سدد ركلتين بنجاح.